أثارت سيدة الأعمال العراقية الشيخة فهد حالة من الجدل بعد ظهورها بمباراة نهائي بطولة خليج 25 بالبصرة. وظهرت فهد بأحد مقاطع الفيديو وهي تحتفل على أنغام الموسيقى بدخولها لملعب جزع النخلة بالبصرة في المباراة النهائية لبطولة خليج 25 مع الوفود الرسمية المهمة، ما أثار تساؤلات عن هويتها وعملها. وبعد انتشار صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها، قالت فهد في تصريحات لوسائل الإعلام العراقية أنها تنشر يومياتها، لكن ليس بكثرة بسبب تزايد المطالبات بضرورة مساعدة الفقراء. ورفضت فهد تصنيفها كصانعة محتوى، مشيرة إلى أنها تنشر يومياتها في المطعم أو المنزل أو الحفلات العائلية الخاصة، لكن آخرين يعيدون نشر تلك المقاطع ويتحدثون عنها. وتقول فهد أن الجميع تضرر في ذلك اليوم، في حين أن هناك من تحدث عن كيفية حصولها على بطاقة ولم يدخل إلى المباراة النهائية، لكن فهد دخلت وهذا من حقه. وتنحدر فهد الملقبة بالمهرة وأيضا الشيخة من محافظة البصرة جنوب العراق، وهي من مواليد العام 94 ومتزوجة مرتين، لكنها تقيم حاليا في منطقة زيونة أحد الأحياء الراقية شرق بغداد. وتوضح فهد أنها سيدة أعمال وزوجها ثري وسط شكوك بصلاتها بمسؤولين نافذين وعسكريين.